يمكن استاذ خليل بالطفوله كان حلم الوالد ان تكون شيء وانت غيرت المسار. وطبعا هاي طبيعه عندك، يعني اللي يقول لك يمنى تروح الا يسرى. سويت. فغيرت المسار وجبت عود. شلون جبت العود؟ ابوي حلم، الله يرحمه ويرحم والديكم، ابوي حلمه انه يصير ضابط. الحكي كنا بالبصره، ضابط رايدني، وانا بوقتها كنت عقلي يطير من المدرسه. ما يعني تولعت بآلة اسمها العود، كنت اباوع. شلون طالب من يحكي يقول يعني عبالي انا عبالي بي جهاز بداخله، يعني فد قضيه كبيره. لا اي والله عبالي فد شيء على ناطقة. كونديسر. انا دايخ هذا شلون يحرك يديتني انا؟ اي وانا هيك اشوف هاي، ومن يجي كلوز على العود انا اركز بالتلفزيون شنو بداخله، لازم اكو اجهزه. لان ما معقول اذن اثنين هي طالعن هيك شغل. هاي القضيه. شلون قلت خلنا ارتب حالي، فشفت وضع العود الاوتار شلون منها طالعات اعراض الى ان يضعفن للفنجر بورد هذا. عندي جرار مال المكتبه مالتي. الجرار بها 3 حواشي. الاخيره تندفع ماكو. فسحبتها اي فارغه، حاشيه بحاشيه بحاشيه وذيك فارغه. جبت الكتب شمرتهن بالقاع، وجبت 5 مسامير دقيتهن، وجبت شص. بس الشص 40 يسموه، هذا تعرفي قبل نطلع للصيد نصيد الخيط شص هو بس سمكه 40 يسموه، واكو 20 واكو 10، فجبت 40 سويت القرار اللي هو هذا الاول. شديتها وضبطتها، وبعد البسمار الثاني نفس الشيء وذنيج مقابلهن. ذاك خليت هم بسمار بس يمه بسمار ثاني حتى الفه واسحبه يظل ينسحب الى ان اوقفه. فصار عندي 5 اوتار وقاربتهن من هناك، اقلب الجرار خلنا اسوي هيك مثلا، فاقلب الجرار صارت الاوتار هيك اعتيادي، وقمت بالجرار اعزف. اي كفلنا كم سنه. اي مو المهم فبدت تطلع عندي اغاني. اكو بديت تسمع فد شيء، اكو شيء بي، بس شنو اللي الشيء وين دا يطلع المشكله؟ لا مدوزنات ولا شو اسمه، وتر واحد. وتر واحد والله يطلع بي شيء، تطلع اصوات غريبه. اصوات غريبه هي المهم. بس انا بالنسبه لي قضيه انه بزاد حبي للاله. كان عندي بايسكل. بايسكل ليس اتذكر اسمه روجستر يعني يسمونه، ماركته. نزلت تسوق الجمعه طاير به، شو يصير خليه يصير. رحت بعته ب 15 دينار البايسكل، اشتريت عود لها ب 14 دينار يا ب 13. وجبته واجيت. المشكله وابوي ما ادري اذا بالبيت نكبه، بس اذا مو بالبيت اوكي. لقيته مو بالبيت، طرد قبل على البيتونه، فوق اكو بيتونه عندنا، ضميته هناك والله كريم. وبس جبته مدوزن صح مبين يعني. جبته وخليته هناك. عندي وليد اخوي فتان، هذا لازم يوميا انطيه 10 فلوس لو 5 فلوس رشوه حتى ما يفتح، حتى ما يقول للابوي. امي تدري، الحجيبي بيت الله يرحمهم يدرون بس ابوي لا. قام يوقع الدوزان، اصعد فوق على اساس ادرس وانا اعزف يتخربط شو مو نفس على الجرار كان احسن. هذا شو ما ادري شلون شو تخربط. اكو ولد يمنا يسمونه قاسم، الولد على ما اظن هو يمكن ما اعرف يسمونه، يصيحوا له قاسم البلوشي، هل هو كويتي او فد شيء من القبيل يعني بالبصره، بمنطقتنا بالعاليه كنا اسمها العاليه الاصمعي مقابلها. فهذا يعزف عود عزف يخبط، فاروح يمه اشوفهم بالاعراس يطلعون اذا جايبين قاسم وجماعته انا قابله واقعد. فاروح يم قاسم، فدوى العمر حبيبي اشتريت عود استاذ، فدوزي لي اياه. يقول لي ايه؟ يقول حلو هذا خوش عود والله. دوزنه اسبوع زمان انا مو تدرين تهبش طن 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 نزل راح العود نزل دق طق طق طق. استاذ قاسم العود دوز لي اياه. فتخيل انت كل اسبوع فد مره مرتين اروح له، مل مني كرهني. صار زواج قاسم، جابوا فرق وهم اصدقاء فنانين. انا ناسي هالموضوع. اوكي زواجه وحضرته، بس ثاني يوم العود كلش وقع عندي بصباحيته. اخذت له العود طب 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 كان يفتح الباب قال لي شو تريد فعلك تركك، ما تقول لي شو تريد. قلت له بس دوز لي العود. قال لي انت ما تخجل متزوج يعني. قلت له استاذ فدوه اي بس ما ادري يعني اذا ابي حيل دوز النفسي انا وين ارجع وين العود. المهم طردني، رجعت دقيت الباب قلت له عفوا استاذ يعني وسام اخر مره
اخر مره دوز لي اياه. قال لي جيبه بس اذا جيتني. قلت له لا والله، بس قلت له استاذ فدوى دوز لي اياه صح، يعني مو هيك ماكو طقه طيب. والله دوز لي اياه. قلت زين هذا شلون راح ادوزنا اني؟ جبت عندي كان مسجل فيليبس، لزمت التسجيل دسته وجبت العود وقمت اسوي هيك. فد 20 30 مره واقول له بالتسجيل صول، هذا صول والله العظيم اسوي لا ري صول. خليت الدوزان وقلته هنا، قلت رجع اسمع تحفظ حتى تتضبط. قلت يصير هاي احسن عندك طريقه أساس. لان هذه تردني. قمت كل ما هاي اجي واعيد التسجيل وادوزن عليه، يخلص الصول وانا بعدني ما مدوزن، ارجع على رجعه حتى ارجع ادوزن الصول. فبديت اعرف الدوزان، قمت اعزف اتمرن. ما راح اسوي قطع، راح استمر بالسلسله هاي الى ان فد يوم ابوي اكتشف انه انا عندي عود، ما كان عندي فلوس. وليد قوم افتن علي 3 ايام ما منطي هواي 30 فلس. المهم شيل العود ابوي ونزله براسي كسره. عود هي لازم تضحيات تصير. الدجاجة أسهل. طلعني من البيت. الدجاج احسن. الدجاجة أسهل. على الاقل ذبحناها ورا يومين 3 وكلناها. طردني من البيت، رحت بيت خالي 3 4 ايام. المهم عودت رجعت. بس هالحكي انا بديت اتمرن اعزف. وين رحنا؟ صار طالب يتذكر زارنا كذا مره يعني فرقه نقابه الفنانين. اي صح. صار برنامج اسمه مواهب من الجنوب، كان يقدمه صلاح كرم. قبلك احنا نوقف شوي عند مواهب من الجنوب. اي حتى لانه انا اعرف استاذ طالب هم عنده نفس الرحله. اي ويا العود والدوزان، مو صح؟ اي لا تقريبا مو هي كلها هيك يعني متشابهه. مو اني قبل ما تحكي لي القصه اريد نسمع شيء. تسمع لي البنفسج؟ حافظ عزفه. هاي ما عندي مانع اغني. انت لا ذبها براسي. لا انا اغني. حافظها عزفا. انا اذا امتحن بيك انعفي. خلص. عدو؟ لا نهاوند عالدوقة اعلى. يا طعم ليلة من ليل البنفسج، يا حلم يا مامش بمامش، طبع قلبي من طباك ذهب، ترخص واغليك واحبك، ترخص واغليك واحبك، انا متعود عليك هواي، يا سولة ساكتي يا سولة ساكتي أنا متعود عليك هواي، يا سولة ساكتي يا سولة ساكتي يا طواريك من الظلمة تجيني، كان ثيابي علي غربة ومستاحش من عيوني ولمتني، وعلى المامش علمتني انا حب هوايه قبلك ذوباني، انا حب هوايه قبلك ذوباني. هذه بها موضوع، هذه بها موضوع يحكى. انا لحنت هاي الاغنيه الى هذا الحد، هاي القسم الاول لحنته الى هذا الحد.
اكو المقطع الاخر شلون اوصفك وانت دفتر شلون اوصفك. انا نزلت قفلت ونزلت شلون هذا الكلام الباقي شلون الحنه. هذه فد شغله عندي وعصت والله اتذكرها الى الان. صرت ماكو يعني اتريق دن 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 اتغدى دن 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 اتعشى دن دن دن. حتى دا يقولوا لي هسه انت بالاكل بطل تونون 24 ساعه ما يصير. امشي نفس الموضوع اروح نفس الموضوع. بحيث انه انا يعني تدري الحن بس القي لي جمله اربطها ويا الجمله السابقه مو هي مو هي مو هي مو هي مو هي ابدا. الى ان في ليله شفت حلم انا دا اغني هاي هذا المقطع اللي ملحن هسه الغنى خلاوي ووراها عزفت موسيقى وغنيت شلون اوصفك. جميلة. يمكن أستاذ خليل احنا قبل شوية وقفنا عند مواهب من الجنوب وبعدها رجع العود مرة ثانية والوالد أيضا شلون مشكلة. رجع؟ فاحكي لي شلون. سجلنا مواهب من الجنوب 30 حلقة تسجيل. قبل كان يشتغل تلفزيون البصرة بوقت إحسان وفق ساوراء أستاذ. فكان له بث يعني هناك. شايف حلقاتكم؟ مواهب من الجنوب سجلناهم 30 حلقة يعرض يا اما احد وثلاثاء وخميس يا اما سبت واثنين اجماع المهم هالثلاث ايام. وبالبصره صار برنامج متابع لان مواهب ناس تجي يغني وما اعرف ايش وهذا يجي يعزف احنا فرقه موسيقيه كامله كان يقودها يوم مجيد العلي الله يذكرهم بالخير اساتذتنا وطارق الشبلي. تحياتنا لهم اثنيناتهم. فد يوم والدي قاعد بالبيت صعد على ما اظن يوم خميس بالبيت قاعد على التلفزيون هيك شافك لازم كبيره بيده. انا يا كبير العود اول شيء. الو. وشلون كلوز ب3 دقائق انا اعزف تقسيم والكلوز على وجهي يا عيني وبدخلتي انا. لا بعد ما يحتاج هي بذيك الطرده بعد ما يحتاج شهود بعد. هذا هو بذيك الطرده صار وعد من عندي انه انتهى الموضوع خلص للدراسه. صافن هيك انا لتحت الوالد بس هو لتحني هيك وعافني المهم يعني اكد انا موجود ما انهزم ما تفيد بعد. رجع يباوع انطقت فوق شويه ضبط قربت وقفت يمه جاي يباوع هيك قلت له كله بانتو ما اشتغلت. قال لي هذا انت؟ قلت له ايه يعني غسل ايده منا. يعني هاي الفتره اللي عرفتك بيها صرت عازف ومضبوط لا وتطلع بالتلفزيون وآلتين يعني بعدين احكيه لك خلص هذا بهالجدل هاي الحكايه منا يعني ضبطتها كلش ما اقدر احكي. قاسي كان يضرب. خلصت هاي الاغنيه الثانيه يعني شو مسجل نزل خلف عجيل لو نامق اديب يعزف عود انا صعدت كونتر باس هم كلوز بوم 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 بوم. فدا يحكي هو وياي هيك ويقول لي بقول لك هاي غير آلة النوب هاي جديده الدورة. قال لي هاي الثانيه هاي شنو؟ قال شو انا قلت له هذا هسه تسترخي حتى اشرح لك انت هسه مشنج علي. قال لي لا هسه هاي شنو؟ لا اسمها هاي الكونتر باس. قال لي انهجر بيئتك ابراهيم يعزف ابنك آلات ما ادري شو اسم اسمائها. تعال اقعد تعال اي عازف وفرقه يعني بعد ما بيها مجال. قال لي انت هسه عندك عود لو لا وبدون كذب؟ قلت له لا ما يحتاج كذب عليك. لا والله قلت له ما عندي عود. قال لي وين لعب تعزف؟ قلت له وياهم اتمرن هناك بالاعواد مال النقابه. قال لي اغلى عود بيش؟ قلت له ب 150 دينار. قال لي شنو هذا؟ كرين؟ قلت له لا هو عود 150 دينار. قال لي منين؟ قلت له من بغداد محمد فاضل. بعد انا شفت حسيت اكو شيء. لا قال لي بابا روح جيب الجزدان. قال لي امي الله يرحمها راح جابت الجزدان وخلص على الموضوع بيه انا طبعا مو استرخاء ما ادري صار عندي خلاص وافق انتهى الموضوع. يجوز راح اصير عازف كله الجزدان كله يعطيك اياه. لا يجوز راح اصير عازف زين لان يعني بعد ضغوط ذيك وصرت.
قال لي هاي ال 150 ما لي شغله بالكروه، تروح ترجع المهم هاي ال 150 بس شرط تروح تجيب العود ما تعزف بيه كل الطريق، تجيبه يمي اول اغنيه تعزف لي اياها. قلت له ها ابا اغنيه، يقول لك انا اعزف فيها أول. قلت له ها اغنيه، قال لي تعزف لي رباعيات الخيام. الله. اوكي يعني سامعها اسمع الحافظها لا. قبل على المسجل اخذته وياي واسمع برباعيات الخيام، بس رحت وين لسوق حن الشيخ قبل يبيعون كتيبات صغار لام كلثوم، ام كلثوم بيها 3 4 اغاني، ينزل جزء ثاني مطبعي وذا، فاشتريتهن كلهن حتى القى رباعيات الخيام. انا ما راح ادور يطردني بالمحل، خذتهن كلهن وبالقطار واحفظ برباعيات الخيام، حفظتها من الجلد للجلد كلام ولحن. اشتريت العود لو 130 لو 120 زائدا، عندي فلوس، رجعت وقعدت يمه. قال لي ها جبته؟ قلت له يا ابوي. انا فتحت الصندوق وطلعت له العود، قال لي يلا اعزف، واشتغلت لي عشان اعزفها. أنا بس جتي بالي شغلة على الكونتر باس والعود. احنا قلناها انت يعني يقول لك يمين تروح يسار. فالكونتر باس والعود هو رد فعل على يعني الرفض، مثل ما كانت بالدنبله سويتها. طبعا حتحكي لنا قصه الدنبله والكونتر باس. ما اعرف الكونتر باس اول شيء اي الكونتر باس عنادي، يعني كنت عنادي. اي فد آلة مهملة لي غاد ما حد يعزف بيها، وقالوا آلة صعبة. من شنو؟ قلت صعبة الا راح اشوفها. رحت ما مدوزنا استاذ طالب متشايه هيجي. شلون اكو واحد كان يعزف اسمه جورج فندقلي، يعزف فرقة بالفرقة القومية الفنون الشعبية للبصرة. جورج فندقلي، ولد اسمه هاشم الله يرحمهم او الله يعطيهم الصحة والعافية اذا احياء. فشلون صريت رحت على الفرقة القومية، صادقت هذا الرجل، لقيت جورج ما موجود، هاشم. قلت له استاذ هاشم هذا شي الدوزن؟ قال لي مي لا ري صول. حفظتهن مي لا ري صول. رجعت نقد في الفناني دوزنت مي لا ري صول، عزفت بيه يشبه العود مو كلش بس اي بس يراد اصابع يعني الفنجر مالته اصابع عريض الفنجر، يعني مو مثل التون هذا هالقد. مو العود اي المساحه صغيره، ذاك سيم مال طبقه. اي يراد لك تدوسه مال طبقه مال عباره. زميت ضبطتهن خلال يومين او 3، لانه انت عندك ممارسه يعني بيه بالعود، وهذا صار اسهل. فاول اغنيه عزفتها يمكن انت الحب، يمكن انت الحب. صعبه انت الحب. اي يعني الموسيقى كان بيها، كان الله يرحمه جبار احمد صالح بالقانون. هو رئيس الفرقه الموسيقيه، يجيب لنا اغاني صعبه ونعزف معزوفات تمارين. ما هو رئيس الفرقه يجيب تمارين، مو يعني بالضبط تمارين. هاي تمارين حتى يتمرنون. اي فتمرنا عليها وصرت من اقوى العازفين، وماكو مؤسسه اثنين هناك وانا الثالث هم صرت كلش قوي. فالحمد لله والشكر. فما اعرف هي هاي للضغوط صارت انه لازم اتعلم هاي الاله، ما اعرف يعني. والدنبله لا هي صار طالب الدنبله، ذكرت سترنا. هاي شنو الدنبله؟ دنبله انا اقول لك شنو. وهو اصرار، هو مو عناد. صار طالب سبقني قبل شوي قال اكو اصرار بالقضيه. بس هو تعقيبا عليها. يعني اذا وقفنا هسه ناخذ صوره ويا استاذ خليل تقول له لا تباوع على الفلاش. هو يعوف كل شيء. لا هي مو لا تباوع، يعني هي بديهيه انه يعني تاخذ الصوره يلفت نظره. اباوع على العدسه، اباوع على شو اسمه، انا تروح عيني على الفلاش وبقول لك خير اقوم بس اسوي هيك. زين. فما اعرف. بالدنبله ايش صار؟ يوم عيد صادف شال ابوي درهم او 100 فلس ما ادري، يعني مش شال لي قال لي هاك هاي عيديتك مال 4 ايام ولا تلفيلي، مو يخلصن وما ادري شنو تقضين وتجيني. قلت له لا. دار تطلع من الباب قال تعال تعال تعال. بالبصره كانت اكو حديقه ساحه ام البروم، يمها حديقه الام الشعب الامه استغفر الله. قال لي تعال تعال تعال. قلت له ها يابا. قال لي هذا الفلوس راح تطلع للدواليب او شيء من الدواليب اسمها قبل مو. قال لي مو تلعب دنبله. قلت له ها انا ما ادري شنو دنبله، ما اعرفها يعني. مو تلعب دنبله. قلت له لا. اركب مراجيح يلا روح. انا الطريق كله حرت بالدنبله. الدنبله وين؟ رحت على الدنبله، مو حاير بالدنبله. ايه هو رحت على الا شوف الدنبله. القى جماعه يصيحون بالحديقه دنبله دنبله دنبله. قلت هي هاي خلينا نروح لها. شنو سالت واحد شنو هاي؟
قال لها ورقه تقصها هيك بها ارقام اللي يصيحون رقمك الرقم تشطبه. من شايل قلم دشداشتم قلمواني وينك عود مال شخاط وقعدت اشتريتها ب 10 لو ب 10. اخذت وحده كامله ما اعرف ما ياخذون بطايق هيك صغيره. اخذت وحده كامله وقاعد على القاع 16 بس ازرف يمها هاي 25 ضربته ما اعرف لا زوايا الزيت لا الخط الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا زوايا البطاقه هذا كلهن ما اعرفها محتمل انا فايز بيهن وما ادري. فاكو وحده من البطايق والله قبطت يعني بقى رقم واحد. قلت لها هذا اليمي قلت لها راح يبقى بيها رقم اذا بيها شو اسوي؟ قال بس يصح دنبله انت. قلت لها خوش ما ادري صح 36 زرفت الرقم قلت له دنبلت مو دنبله دنبلت. قال تعال لك والله دنبله يحسب حسب شقها ما ادري شنو كان يعطيني يمكن 400 لو 500 بالله من درهم عندي. حطيت هاي شو اسمه ف 400 فلس حطيتهن وزين وين تضمهن المشكله؟ من ابوك خرده رجع دين ابوك على ما يرجع دين ابوي. صار طالب اذا ذكر بشغله يمكن يتذكرها ايام الطفوله. هاي الياخه مال الدشداشه اي بيها كنا نشقها فنعبر بيها الفلوس الدراهم ونخليها هيك يصفطها بيها هذا هي حاشيه هيك قطعه باغه يخلوها حتى تستقيم توقف. فهاي نشقها هيك شويه وندهدر الفلوس هنا. من تمشي ما انت تحافظ على كتفك بس بجيبك كذا ما تحافظ عليه. انا صار عندي هيك مبلغ وجوعان وقبل رحت وين؟ على العنبه والصمون. والله صنبه وعمون عنبه وصمون تتغدى صنبه وعمون وشربت. صار طالب الوان موجوده. طقيت اول لفه وياها قلاص برتقالي اكيد برتقالي يعني على اساس بس هو كله صبغ ما صبغ حكي. الثاني قلت له اعطيني هذا من الرمان. اي الرمان باللفه الثانيه تخيل انت عصير تغدى بالالوان وفلافل وعنبه بيها. والعنبه شلون الشريس كانت غير شيء. انا لا اعطوني 5 لفات لو 6 و5 انواع من هذا العصاير يعني واحد من عندهم لونه ازرق هذا مال شنو مال عبي ما المهم شربت من عنده ابو شوقه. انا كنت قاعد مو قمت امشي 6 قلاصات و6 لفات شلون حاطه ببطني يعني مو بطني احسها كيس مال مي من امشي اسوي لق اسمعها والله العظيم هذا يخبط انطحلت ما صار بي تسممت تزهرت. رجعت للبيت ما ادري ايش اسوي طاب ما طيب المهم مصرانه عوار. ليش؟ اصراري انه لازم اروح العب دمبل. لعبت الدمبل. هاي النتيجه كانت. هاي النتيجه ثاني اصرار لعب بيا طوبه. استاذ طالب يمكن اكو مراحل كلش هوايه قبل دخول للاذاعه والتلفزيون. تعلمت العود انت بشكل شخصي وبجهود شخصيه. ايضا كان في مرحله الرسم كنت ترسم وتركت. يعني انا يعني كنت خطاط يعني مو رسام يعني رسم عادي بس خطاط لا. عندي معلومات انواع الخط واخط يعني باقلام خاصه مع الخط. بس من يعني ملت الى الموسيقى يعني نسيت بعد الخط وبالخط واحد يعني ازعجني خطيت له قطعه وما انطاني فلوس الاجور قلت على ابو هيك شغله هاي ما اريدها بعد. فالخط بطلت منه والموسيقى بطلت منه وايضا يعني بطلت من الخط ايضا لسبب اخر شخصي. بس الموسيقى انا دفعت الها دفعا يعني احراجا يعني واحد يجي يحرجك يخليك بشغله ما تقولين لازم تطلعين من حقها. انا نفس الموضوع صار اجبرت ان اصير بالموسيقى واقعد بالموسيقى فلازم كل يوم باكر عندي فلان شغله لازم تراد من عندي. اليوم اقعد للصبح هاي الشغله لازم اسويها اضبطها حتى باكر ااديها بشكل صح. يعني صار يعني التزام تعليم الموسيقى قراءة النوتة كتابة النوتة كلها لظروف يعني ضايقتني هالشكل لازم اطلع من حقها. يعني
بديت اهجل من نفسي، انا ملحن، ويقول لي واحد مثلا، واقول له والله ما اعرف اكتب نوته او ما اعرف اقرا نوته. هي ادوات الموسيقي او الملحن النوتة والسلم الموسيقي. انت اذا كان شعورك يعني عالي يعني بنفسك وثقتك عاليه بنفسك، تستحي تبين عيوبك قدام الناس يعني. صحيح. فتضطر انه تتعلم الشغله، والحمد لله يعني مش يعني ايضا كان الدافع الاصرار. خلاص اتقنا كل الاشياء. اتقنا كل الاشياء. الحمد لله. اتقنا كل الاشياء. استاذ خليل، يمكن الناس عرفتك ممثل وارتبطت في جانب كبير بالكوميديا، لكنه يمكن اللي الناس ما تعرفه انه في حياتك الفنيه او الدراميه او شو نسميها، التمثيل، في جانب التمثيل. نعم. كان في المسرح الجاد، كان في ادوار جاده مؤثره جدا، ويمكن تجارب مهمه ايضا كانت مع المخرج الراحل عدنان ابراهيم، اظهرت قوه وامكانيات موجوده في خليل ابراهيم كل الناس ما كانت تعرفها. لكن كان مغاير في الادوار، وابكى يمكن كثير ناس بمواقف كثيره لكن بعض الناس تعرف اهتمامك بالموسيقى، وانت دخلت المسرح العسكري كموسيقي وفجاه تحولت التمثيل. فشنو هالانتقال وشنو كان سببها؟ سببها محسن العلي. هو اللي شجعك؟ مو شجعني، هي احرجه دخل بالمعمعة. هو كان بالمسرح العسكري اقسام، يعني فنون شعبيه، موسيقى، مسرح. فانا جيت من اختبرت على قسم الموسيقى ودخلت عازف عود وعازف كونترباس. انا من طبيعتي انا صاحب نكته، صاحب موقف طريف بيناتنا، نطلع ننكت نسولف ما اعرف. فمحسن العلي قال لي تعال خذ هاي الشخصيه. قلت له يا شخصيه؟ قال له تعال مثل. اول مسرحيه يمكن حسين الخيص. ويا الفنان مكي عواد. ويا الفنان مكي عواد. حسين الخيص يعني كثيرين، مو بس مكي عواد، مكي حسين الخيص اللي جبار كاظم الله يرحمه، على اساس قتل جفرس القائد الانجليزي. انا اليوم اقاطع استاذ خليل، اليوم التقيت بشخص رجل كبير السن متقاعد حكى لي قضيه جفرس غير روايه، هو كان متهم به. هذا الرجل الان موجود. فاول مسرحيه يمكن هي هاي حسين الخيص، دبل كاست ويا عماد بدن الله يذكره بالخير. يوم هو يعرض يوم انا اعرض. يعني انا مو اكاديمي بالمسرح. يعني كوميديا ديلارتي احسها عندي. اللحظه الكوميديا الموقف. فقمت يوميا اضيف شيء او احط شيء ما تشوف، فقام الجمهور يجي بيوم اللي انا اعرض به اكثر. يعني مسرحيه مثلا 200 300 مشاهد يضيف على فاضيف وانسى وما اعرف ايه. فثبتت اني ومن ذاك اليوم الى هذا اليوم. جميل. والسبب محسن العلي. تحياتي للاستاذ محسن. انت زعله دائما بالاضافات اللي يسويها، لكن هي اضافات دائما جميله. انا ما اطلع من الموضوع صراحه، يعني هو يعرف. حتى استاذ محسن كان يزعل يتخبل من هاي السالفه، بس انا اروح ورا الكواليس اسمعه يقول ملعون ايش سوى بالجمهور. فاجي اجي ثاني يوم اسويها، قال لي مو قلت لك لا تسويها؟ قلت له على مود اللجنه خليه يولع عوفا. استاذ طالب، يمكن قبل ما نتعشى احنا كنا نتكلم على التحفيز، وانت قلت انه انا محتاج انه هذا التحفيز، وطبعا احنا ورا هاي الجلسه راح ننتظر الاشياء الجديده ان شاء الله. بس تذكرت شيء، كنت اقرا من كم يوم كتاب اسمه السر. هذا الكتاب مجموعه به كثير مقالات وحكم لاغلب الفلاسفه والاشخاص اللي تركوا بصمه في الادب والثقافه في العالم. فما اعرف، حبيت انه اهدي لك هذا الكتاب. هاليوم انت شنو هالكرم هذا يعني بصراحه اول ما قرأت الكتاب تذكرتك وذكرت الحوار اللي كان يعني بيننا من فتره. اليوم يعني اغرقتينا بكرمك. لا بالعكس ولطفك حقيقه. بالعكس استاذ طالب، انت يعني تستحق اكثر من هذا بكثير. احنا يعني سعداء جدا، خصوصا صاحبي ابو السبح. يعني يوم سعيد جدا واني اسعد. انا اشكرك جدا، تسلمي لي. اوكي، الان نتحرك للعشاء. والله يا ريت جعنا. يلا عاد نتحرك. يلا اوكي يلا. والريحه وصلت. تفضلي. تفضلوا شباب.
يمكن اليوم شخصية أستاذ طالب تختلف عما تعودت عليه الناس، يعني دائما الناس يتخيلوا شخصية جدية وعصبي. وهذا تعويض. تفضلوا. اي فطلعت اليوم روح النكتة والفكاهة اللي موجودة عنده اليوم كانت كلش مبينة. هي موجودة يعني روح النكتة والفكاهة موجودة، بس مرات انت لازم تكون في مواقف معينة. مثل ما الناس عرفت يمكن انه ايضا انتم اللي تعلمتوا العود لوحدكم من غير ما يكون اكو معلم او مدرس. مكافحين. فالناس ما كانت تعرفها. الناس ما كانوا يعرفوها هاي القضية. اي طبعا ما يعرفوها. مستحيل يعني اكو ناس يعني يقولوا له مستحيل انت مدارس معهد يعني تفضل استاذ روح الخماش الله يرحمه قال لي انت من طلابي، قلت له استاذ انا ما دارس معهد ولا. شلون هذا شلون لعب تعلمت الله يخليك شكرا، بس انتم ضيوفي اليوم. الله يخليك. العزف على العود وكتابة النوتة وقراءة النوتة هذا الدافع الموجود. إيه حب الموسيقى هذا أكبر دافع يخلي الإنسان يتعلم كل شيء. هذا خليل. اي نفس القضية حكيناها، بس الفكرة انه الموسيقى صعبة، يعني بيها تفاصيل، مو بس الآلة، سلم موسيقي، يمكن حتى احنا الغناء العراقي بيه المقامات، يعني تفاصيل كلش كثيرة، صعب انه شخص هو نفسه يبحث اصرار مو قال استاذ طالب. هو مصرين على قضيه تتعلمين. اكو عندي شغله، اكو شيء اسمه عناد، انه انا هاي لازم اتعلم. انا كنت مو بس عناد، كنت اخجل اقول انا ما اعرف اكتب نوتة، اخجل. ادواتك هي فاضمضم نفسي الى ان اقول اضبط شغلتي، يعني خاف مثلا عندي اغنيه اجيبها للفرقه، يسالني رئيس الفرقه هاي شنو؟ كاتبها حتى اعرفها. صحيح. زين يقول لي هاي شنو كاتبها؟ اقول له والله ما يعرف، ما ادري، مو انا الكاتبها. شلون شغله لازم كلها اعرفها كتفاصيل. صحيح. تفضلوا، احنا حنسولف وناكل فتفضل. بس بس اريد واحد يقول لي تفضل الريحه. تفضل. احنا تعبناك اليوم وايد، سولفنا وحكينا وغنينا فاكيد يعني. بس يمكن تعلمتوا انتم النوطه، بس اكو مشكله ثانيه انه استاذ طالب ما تعلمت الطبخ، صح ولا غلط؟ لا والله تعلمنا الطبخ احنا يعني شويه على خفيف. احنا قصدي انا استاذ خليل انا ما اعرفه، بس استاذ خليل مبين يعني من الفورم مالته يعني مبين يطبخ وياكل. يطبخ وياكل. مره سويت يعني في كارثه على اساس افتهم بالطبخ. يسوون قيمه عالوكه مو قال هيك تشيلها ما تنقطع. احسن شيء بالقيمه وباليابسه وبالباميه ان تبات. وثاني يوم احبها. يعني تبات بعد بالثلاجه. اي خليها بالثلاجه. مثل الباميه اكو اكلات من تبات اطيب تصير. فالقيمه عندي باقي يومين او ثلاثه بالمجمد، طلعت موعتها وعزلت لي شويه منها. قمت كان اطق فوقها بيض، كان تصير زرده ما ادري صارت من اكل. زين هاي شلك بيها على اساس يفتين بالطبخ. زين انت بس لا اكلتهم اياه لو بس الك سويتها؟ لا بس له من يذوقها. مو اقول يعني مستحيل. هي مال بيض، مخلمه قيمه. هي مال يعني اريد اسميها بكيف يعني ما حد مسويها قبل. زين استاذ طالب، انت شنو الاشياء اللي ممكن تسويها؟ يعني علاقتك خفيفه انت ويا الطبخ. يعني بالطبخ العلاقه خفيفه، يعني انت عندك بس فقره الريوق الصبح. لين تقعد انت من النوم وتاخذ راحتك، يعني تسوي لك بيض، تسوي لك عندك جبن بالثلاجه تطلع عندك كذا. اما الغداء ما تقعد تطبخ وانت وقاعد بشقتك وبوحدك وتطبخ. بينما انت تروح المطاعم بها اصدقائك تقعد وياهم تتغدى تسولف. بس مرات اكل البيت ما يصير مثل اكل المطعم. اكل البيت اذا المره تطبخ اي فعلا مو ما رجال يسوي. انا مره على اساس يعني بسبب السكر اللي عندي فاسوي مثلا يعني اطبخ اسلق خضار. اجيب فد 4 5 انواع 6 ارتبها انظفها شنو واعذبها بالجدول واخليها واتركها على اساس يعني هذا هو طبخ وارج وهذا طبخ اشياء. اي بس الخضروات ايضا طيبه يعني صحي الاكل. اي بس يعني هيك تكلفت. شلون واحد يجيب له فد كومه خضره ويذبها بالجدول تعال تفضلوا؟ لا ما يصير. ابو طيبه انت شو تقول؟ انا اعرف عندك امونه هم تحب الاكل. امونه
انا مو تحب الاكل، متجاوزه هاي المرحله مال حب الاكل. هم مثلي تعفس. يعني انا مثلا اخبط الاشياء بالماعون، لا هي تسويها كولي بقبالها. يعني شو تجيب لها اوكي، ما تتقزز من شيء. هاي شنو؟ شوف هي تربيه من الطفوله. من كانت صغيره مثلا انا احب الثوم تباوع لي تاكل الثوم، احب الباكر تاكل باكر. يعني تقلدك. يعني علمتها انه لا اخذها العكس. نحسب الاكل. نحسه اي ذيك شويه ويا امها. امها مثلا تحب الثوم، ما تحب البصل، ما تحب مثلا قامت هيك. هاي لا تقلدني. فتاكل كل شيء. هو يعني باكر كل كل زين. بس انت عندك محاولات ان يعني تدخل المطبخ، بس انا عرفت تطلع يطلعوك دائما. ما تخليني. اي والله. من تجربه والله ما يخليني. من تجربه القيمه هي والله العظيم هي هاي تعرفها. هي سويتها وابتديت انا ابو شوقي. قيمه وبيض ولا صرت عليه ما اطب المطبخ بعد. بس اسوي والله العظيم. يعني اليوم مثلا الظهر انا مسوي سمك. انا قليته. اكيد. اي وانا تبلته. اكيد. اي والله. مره سويت لنا تمن لهانه. تمن بلهانه. ما سامعه بيها. ها؟ ما سامعه بيها. يعني لهانه يعني؟ يسلقوها ويخلوها ويا التمن. مره ما سامعه بالطبخه باللهانه وتعيب علينا احنا. تمن لهانه ما سامعه تمن، متاكد لهانه؟ مو تمن باقله؟ الباقي ليش عليها باللهانه؟ تمن باقله. لا احتمال هو خس بس عبالي لهانه. لا والله لا الخس هذا، لا اللهانه ما بيطلع تمن ورق عنب. لا تمن ولهانه. خس احكي لك اياها طبخه شلون تبزلين التمن تخلينه على صفحه زين ستوينه كمل. اوكي زين. هسه تبدي اللهانه. تقطعيها تسويها مثل الزلاطه. زيت تخلين اللهانه بيها بكميه هوايه. تبدين تحمسيها. شوفي طريقه طبعا. تحمسيها يعني الدهن يصير الحمس. كتاب عمو خليل ابراهيم. مو ابله نظيره. زين. تحمسينها اللهانه. النومي بصره يا اما مطحونه يا اما تكسريها بالهاون. انت اللي تحبيها اكو مطحونه واكو تكسريه بالهاون. فوقها البصل على صفحه. اوكي يخدر البصل تحطيه مع اللهانه. تشيلين تفرغينه كله تنشفيه شويه من الدهن يعني. وتخلينه فوق التمن وتبدين تخبطين. صار تمن لهانه. طعمه شنو؟ شنو؟ تمن ولهانه ونومي بصره وملحات. تمن لهانه. طعمه شنو شلون؟ اني اخبرهم طيبه ورا ما نخلص. واتاكد من عندها. والله العظيم. تمن لهانه. تمن لهانه وتمن صفن. نوم بصره سوق الهنود يعني واضحه. زين استاذ طالب احنا حكينا على المدرسه والابتدائيه ومتوسطه. شنو الشاطر يعني شهاداتك درجات عاليه لو خطوط حمر؟